النهارده عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا هنعمل بيتزا سريعه على اخر جوع الليل. ماما هي اللي هتعملها معاكم. هي مش بيتزا قوي، هي جلاش عندنا، بس للاسف بقى ايه متقطع خالص. يعني بصوا هو كده خالص متقطع خالص، فاحنا ايه هنكمل. هو متقطع بس احنا هنكمل تقطيعه يعني، وهنعمله كده كده اهوت. هنفرشه كده كله في الصينيه. هو اساسا متقطع، فاحنا يعني هو لو كان في امل منه يعني كنا عملناه جلاش، بس احنا ايه كده كده ايه احنا بالليل وقلنا جعانين، فنخترع اي اختراع كده ونظبطه. احنا كده حطينا سمنه تحت وفرشنا الجلاش اللي احنا مقطعينه كده اهوت في الايه في الصينيه، ماشي. وبعد كده عندنا لبن وعليه ايه ملح وفلفل. بس احنا ايه حاطين اللبن فيه ملح وفلفل، هنقلب ايه لبن كده اهو على الوش حسب الايه. الجلاش وحطينا اللبن عليه، وبعد ما حطينا اللبن اللبن عليه ملح وفلفل ومظبطينه وكله، هنحط ايه الصلصه. احط الصلصه وارجع لكم. احنا اللي عاملين الصلصه ديت، يعني هي مش جاهز، احنا عاملينها وسبتها تبرد شويه عشان اعرف ايه اعملها. يعني انا بقول لكم هو اللي عندكم حطوه اي حاجه. عندكوش طماطم صلصه حطوا طماطم، بس عندكم الموجود اعملوه. هحط كله وارجع لكم تاني. هنا الصلصه هنحط ايه البسطرمه اللي عندكم، بسطرمه لانشون اي حاجه اللي عندكم، هوت دوج اي حاجه، ماشي. احنا هنحطها كده اهوت. ولو ما عندكوش حاجه خالص ممكن تحطوا جبنات، اللي عندكم حطوه، ماشي. احنا كده ايه حطينا البسطرمه اللي عندنا، وايه هنحط عليها الزيتون. انا عندي زيتون، حط زيتون، حسب الايه اللي عندكم، ماشي. هحط حبه طماطم، حط فلفل، لفه جلاش اهو متقطعه ومش عارفين هنعمل بيها ايه اهو، اكله على السريع كده. في حبه جبنه تركي برضو. بقت بيتزا اهي زي الفل. لو الف هنا وشفا عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الفرن هي سخنه، بس ايه المفروض استنى تهدى شويه، بس اللهم لك الحمد. هي ايه طلعت جميله اهي، اللهم لك الحمد، واستوت من لفه جلاش اهي. عملنا بيتزا زي الفل، اللهم بارك اهي، الحمد لله زي الفل اهي، وبقت احلى بيتزا، وبألف هنا وشفا عليكم. ممكن كمان بصي انا هناكلها برضو بالايه. انا عامله الاء اللي عامله صوص اللي هو الطماطم المقليه، البندوره المقليه. ممكن بدل ايه لو ما عندكيش كاتشب اي حاجه، في اللي هو البندوره المقليه تاكليها معاها، وطعمها تبقى جميل. وبألف هنا وشفا عليكم. السلام عليكم.